عالسلامة، اليوم باش نودكم بغوصة تهريسة اللوز ومحشية باللوز. نستحقوا 3 كيسين سميد، عليهم نص كيس زبدة ذايبة ونص كيس زيت. اشتروا مغرفة سمن نباتي كان عندكم، شوية ملح نبسوها وخليوها ترتاح ساعة من زمان. والحشو 200 غرام رز كونكاسي، 30 غرام سكر محول، 40 غرام زبدة ذايبة. شحول 3 كيسين سكر، عليهم 3 كيسين ماء. شطر قارص ومغيرفة قارص، بعد ما يغلي ب15 دقيقة نطفيو عليه. وقبل ما نطفيو عليه نزيدوه 4 مغارف عطر شيا، الزيت ياخو غلوة وقتها نطفيو عليه. لازم شحور خفيف كما قاعدين تشوفوا. ومن بعد ناخذ كاس غير ربع سكر، عليه باكو سكر فاني، عظمة، كعبة ياغورت طبيعي، وشطر فنجان عطر شيا ومغرفة خل باش يجينا هشوش، ومغرفة خميرة كيميائية، ونخلطوهم. ومن بعد نزيدوهم على الخليط نتاع السميد نتاعنا ونقسموه على 2. اشطر باش نطيبوه على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. بعد ما ندهنو الباغيكس نتاعنا بالزبدة، ومن بعد لا يطيب نحطو فوقو الحشو نتاعنا، ومن بعد نكملو نطيبوه على 180 درجة لمدة 15 دقيقة أخرى. انا ما رجمتش، قصيت هكاكا تجيني القصة نتاع هريسة اللوز مرتوبة من بعد كي تسيب، وزينتها بشوية لوز، دهنتو بشوية زبدة باش يعطينا منظر مزيان ويجينا أبل كما قلت لكم على 180 درجة لمدة 15 دقيقة أخرى. ومن بعد هي سخونة والشحور بارد وترتاح 5 سوايع. ذوقوها وتفكروني، وصحة وبالشفاء.